ازيكم يا حلوين، ويا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، واهلا بيكم في فيديو جديد وفي قناتي فان فود مع مورا. النهاردة هنعمل الحجازية الاسكندراني، وصفة سهلة ولذيذة وجميلة. هقولك ازاي تعمليها بكل التركات بتاعتها، وازاي تطلع الحشوة مظبوطة معاكي كده وتطلع دايبة دوب. الحجازية الاسكندراني مش بيتضاف لها شربات، او مش بتتسقي شربات. لكن هي ليها تكنيك بسيط قوي في العمل. هقولك ازاي تعمليها، مقاديرها سهلة وبسيطة، دايبة جدا. طعم الحشوة حلو قوي. مشهورة طبعا جدا في اسكندرية، من الوصفات الشهيرة في اسكندرية. هتطلع معاكي بالشكل الجميل ده. تعالوا بقى نشوف المقادير. اول حاجة معانا في بولة هنضيف 100 ملي من المية الدافية، ومعانا 100 جرام من السكر. كمية المية اللي هنضيفها كلها حوالي 160 ملي. انا ضفت هنا الاول 100 مع السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهبتدي ادوب السكر والخميرة مع بعض كده يدوبوا في المية، وهسيب الخميرة تتفاعل. لكن الكمية كلها اللي هستخدمها حوالي 160 ملي بس. طبعا احنا بنضيف بالتدريج على حسب نوع الدقيق، وهنشوف دلوقتي. بعد كده بقى هخلي الخميرة دي على جنب علشان تتفاعل وتخمر شوية، وهضيف هضيف كوبايتين من دقيق السيمولينا او دقيق السميد، وعليهم كوبايتين من الدقيق الابيض العادي، ورشة بسيطة من الملح. هنقلب دول كده الاول مع بعض. نفس الكوباية اللي هنعاير بيها مقدار السميد هي اللي هنعاير بيها مقدار الدقيق. اللي هنعاير بيها المية هنعاير بيها كل حاجة. ومعانا كوباية سمنة على زيت. طبعا تقدري تعمليها بسمنة صافي، وتقدري تعمليها بزيت بس، لكن انا بحب اعملها ميكس بين الاتنين، وهي الوصفة الاساسية موجود ميكس بين الاتنين. بضيف بقى نص كوباية مثلا من السمنة البلدي لو متاحة عندك، مع نص كوباية من الزيت، وببتدي اضيفهم على الدقيق، ونبس بالشكل ده او نخلط بالشكل ده. عايزة كل الحبيبات تمتزج مع السمنة، مش عايزة الدقيق يكون باين خالص. نشيل بقى الاسباتيولا كده ونبتدي نقلبها كويس جدا بايدينا في اطراف الاصابع زي ما انتوا شايفين كده. عايزه كل المكونات الدقيق تختلط مع السمنه، ومش عايزه الدقيق يكون باين ابدا. دي خطوه مهمه قوي بنعملها اول ما نبتدي نعمل الحجازيه، زي ما احنا شايفين كده. مجرد بس كده ان احنا بنغلف حبيبات الدقيق بالسمنه زي ما احنا شفناها كده بالظبط. بعد كده هنا بقى الخميره عندنا اهي تفاعلت وكده شغاله وتمام. نبتدي نضيفها على الخليط. زي ما قلت لكم الكميه كلها اللي هنضيفها هنا حوالي 160 مللي. انا هبتدي اضيف شويه شويه. اول ما هتضيفي الميه هتحسي ان العجينه ثابت كده منك وكانها ساحت وباظت. لا، ما تقلقيش ابدا. اخلطي دلوقتي السميد هيتشرب كل ده هو والدقيق، وهتتكون معاكي عجينه متماسكه زي ما هنشوف دلوقتي. نبتدي نخلط كده بالشكل ده باطراف الاصابع، مش عجن، لكن بنخلط كده باطراف اصابعنا لغايه لما الدقيق يتشرب كميه الميه دي. وهقول لكم انه مرحله انا هنا ضفت بقيه الميه بتاعتي. هقول لكم اي مرحله اللي انت خلاص كده تبقى العجينه معاكي مش محتاجه. بصوا لما بفردها كده خلاص بتتفرد معايا بكل سهوله كده. تشربت اهي، بصوا العجينه بقت متماسكه، شربت كميه الميه كلها. هبتدي بقى اغطيها في بلاستيك واسيبها ترتاح او تخمر لمدة ساعة ونص. هنا بس مش هنسيبها ان هي تخمر، لكن كمان علشان حبيبات السميد تتشرب المية والسمنة وكده. معايا بقى هنا كوباية ونص من الدقيق السيمولينا، معليهم كوباية ونص من السكر، معلقة كبيرة ونص من القرفة. ولو حابين ان احنا نغمق اللون شوية او نخلي اللون قوي بنضيف معلقة من الكاكاو، ده اختياري، ممكن تضيفيها او لا. كمية السكر اللي انا حطاها انا بالنسبة لي يعني كانت سكرها مش قوي قوي. لو حابين انتوا تزودوا سكر شوية كمان مفيش مشكلة، ده حسب طبعا الذوق.
بنبتدي نخلطهم كده كلهم كويس جدا مع بعض، وبنبتدي نضيف تلت كوباية من المية. بنضيفها بقى ايه شوية شوية ونقلب بالشكل ده. ما بضيفش كمية المية مرة واحدة، لكن بضيف شوية شوية واخلط. نضيف شوية صغيرين كمان، يعني بالمعلقة كده، معلقة معلقة، ونبتدي ايه نخلط كده، عشان مش عايزين المية تتكتل في جزء واحد، عايزين كلها تختلط مع بعضها عشان الحشوة تبقى متماسكة داخل الحجازية. كده انا ضفت باقي المية كلها، كده اخدت حوالي تلت كوباية. زي ما قلت لكم هي كمية السكر هنا يعني اللي هي مظبوطة بالملي، او ممكن تكون سكرها قليل شوية، لكن لو انتوا حابين تزودوا تقدروا تزودوا كمية تانية من السكر. ممكن تدوقوا الحشوة وتشوفوا لو حاسين ان السكر بتاعها اقل ممكن تزودوا سكر شوية. بس كده كده خلاص. بصوا اللي هي بتلميها تلاقيها مسكت، لكن لما بتدوسي عليها تلاقيها بترجع تتفرفت تاني. هنا العجينة بقى بعد ما سيبناها هنبتدي نقسمها جزئين، بس هنخلي جزء اكبر من جزء شوية، وتعالوا نفردها مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة. انا هجيب الصاج بتاعي اللي انا هفرد بيه، هو حوالي 25 سنتي في 40، وهبتدي احط عليه شريحة من البلاستيك وهفرد على ظهر الصاج. هفردها كده واضيف عليها كمان شريحة تانية من فوق، او ممكن كيس بلاستيك بتاع التلاجة العادي نفتحه نصين ونبتدي نشتغل بيه بالشكل ده. وهبتدي بقى افرد كده واوزع على ظهر الصاج عشان تاخد مقاس الصاج بالظبط. هبتدي اجيب المردانة وابتدي افردها لحد لما تاخد الحجم او المساحة بتاعة الصاج بالظبط. دي اسهل طريقة تقدروا تعملوا بيها، طريقة سهلة جدا وبسيطة، بدل ما تفضلوا تفردوا جزء جزء وهتيجوا تفردوا الجزء اللي فوق فوق الحشوة، هيبقى الموضوع صعب جدا. هنبتدي نفردها كده لغاية لما تاخد شكل الصاج بالظبط. نبتدي نشيل الزوايد ونظبطها، هتفضل حاجات بسيطة قوي. ده الجزء الاولاني زي ما احنا شايفين كده، فردناه على الظهر بتاع الصاج. وادي الجزء التاني كمان هنفرده بنفس الطريقة. ايا كان بقى هتعمليه في صينية، هتعمليه في صاج، هتعمليه ايا كان اللي انت هتعمليه فيه، اعمليه على الظهر كده. افردي بلاستيك وحطي العجينة وافردي جزء تاني وافردي على مقاس الصينية بالظبط او الصاج بالظبط. وبعد كده نبتدي نحطهم بقى في الصاج، يبقى الدنيا اسهل بكتير ومش هتاخد معانا اي وقت خالص. وكمان فكرة البلاستيك اللي احنا بنحطها دي بتسهل علينا ان احنا نفردها من غير ما تلزق مننا في المردانة او تلزق في ايدينا او اي حاجة خالص، وبيبقى الموضوع سلس وسهل. ببتدي بقى الفها كده علشان افردها في الصاج. هنا بقى الصاج بتاعنا اهو كده تمام. هنبتدي بقى نضيف فيه سمنة، ندهنه دهنة حلوة كده من السمنة. ممكن تدهنوه بزيت عادي مفيش مشكلة، بس انا دهنته دهنة حلوة من السمنة. ونبتدي نفرد بقى ايه، ندهن الجوانب كلها، يعني الارضية بتاعة الصاج والجوانب كلها. ده نفس الصاج اللي انا عملت على ظهره كده. خلينا يعني فاهمين الخطوة دي كويس. انا بس قلبت الصاج فردت عليه علشان الدنيا تبقى اسهل. كده خلاص هبتدي بقى احط العجينة اللي انا جبتها، اشيل بقى البلاستيك وابتدي يعني هنشيل فردة من البلاستيك ناحية واحدة وهنخلي الناحية التانية هنبتدي نشيلها بعد ما نضيفها فيه. نبتدي بقى نضيف العجينة كده في الصاج او نحطها في الصاج بالطريقة دي، ونبتدي بقى نشيل الزوايد. الحتت اللي ناقصة بنبتدي نكملها، لكن الموضوع بيكون اسهل كتير. لو لقينا جزء زايد وجزء مش موجود بنبتدي نعملها كده بالشكل ده، وبنعمل حراف كده او جوانب للعجينة، علشان انا مش عايزة الحشوة تخرج من العجينة، عايزة تكون مقفولة عليها وما تبدأش بقى تخرج وتتحرق مني في الفرن، او السكر يبتدي يكرمل وتعمل طعم وريحة مش حلوين. فبنعمل كده نساوي بايدينا واحدة واحدة، وبنبتدي نعمل جوانب للصاج. شايفين بقى العجينة بصوا اتفردت بمنتهى السهولة ازاي وبمنتهى البساطة، والموضوع مش هياخد مننا اي وقت خالص. بعد كده هبتدي اجيب الحشوة بتاعتي كلها. بصوا الحشوة هتبان ان هي فرفطة كده، لكن لما بندوس عليها بتبتدي تتجمع. هو ده اللي يعني اللي احنا عايزينه بالظبط. بس طبعا لما تدخل الفرن هتبتدي تماسك السكر مع باقي الحشو. نبتدي نفردها بقى كده بمعلقة او بسباتيولا او اي حاجة، نظبط الحشو في كل الجوانب. الكمية يا دوب بالظبط على قد يعني المقدار ده هو اللي اخده الصاج بالظبط، مقدار الحشو.
لكن السكر طبعا تقدروا تتحكموا فيه، لو حابين تزودوا السكر شوية، حابينها تكون مسكرة اكتر تقدروا تزودوا السكر شوية، او تضيفوا بدل المية اللي احنا عجننا بيها الحشوة تقدروا تضيفوا عسل نحل، معلقتين من عسل النحل او معلقتين من سيرب الحلويات التقيل. كده خلاص فردت الحشوة وظبطتها تمام على الجزء الأرضية بتاعة الصاج. هبتدي أضيف بقى هنا الوش أو الجزء التاني، وابتدي أفرد برضو وأظبط واحدة واحدة، ونبتدي نظبط بقى كده ونقفل الجوانب، ولو في أي حتة عندنا شايفين إن هي باينة نقدر نظبط العجينة فيها، هتطلع معانا مظبوطة جدا. بعد كده بنجيب شوكة، وبالظهر بتاع الشوكة كده بنبتدي نخطط الوش بالطول بتاع الحجازية زي ما بتتعمل في المحلات بالظبط. وبعد كده هنعمل خطوط تانية بالعرض على مسافات يعني حوالي كل 4 سنتي أو 5 سنتي زي ما احنا شايفين كده. كده خلاص معانا جاهزة. المفروض ان احنا نكون مسخنين الفرن. هنبتدي بس ندي تخريمات بسيطة كده بالشوك، عشان انا مش عايزة الوش يعني ينتفخ او يقب، لو فيه هوا ممكن يكون دخل معانا واحنا بنضيف الطبقة اللي فوق. هنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180 واحنا بنشتغل، علشان يعني قبلها مثلا ب10 دقايق علشان الفرن تكون سخن. الحجازية بتتقطع قبل ما تدخل الفرن، تبدأي تقطعيها زي ما انت عايزة تقطعيها مربعات، عايزة تقطعيها سمبوكسات زي ما تحبي. هنا بعد ما قطعناها ده شكلها بعد ما قطعتها، وخلاص هندخلها الفرن على درجة حرارة 180. بالراحة انتي وانتي مدخلاها الفرن تقلبيها في اتجاه، وبعد كده ترجعي تقلبيها الاتجاه التاني. لو لقيتيها يعني خلاص احمرت من الجناب ولسه من فوق تقدري تشغلي الشواية تاخد وش كده محمر لذيذ من فوق، وبتطلع معانا بالشكل التحفة ده. ريحتها حلوة جدا، طعمها حلو قوي. مش بنسقيها سيرب ولا اي حاجة، هي تتقدم كده، دي الطريقة بتاعتها الأصلية. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ وصفة سهلة بسيطة، مش بتاخد منها وقت ولا مجهود ولا اي حاجة خالص، وبتعمل عايزة اقول لكم كمية كبيرة جدا يعني ما شاء الله. بصوا يعني من كوبايتين سميد وكوبايتين دقيق عملنا الصاج ده. نبتدي بعد ما بتطلع بقى وبتهدى بقى نسيبها تبرد خالص كده وتهدى، ونبتدي نقطعها تاني كده بالسكينة. بنمشي على الخطوط او التقطيعات اللي كنا عاملينها عشان تخرج معانا بسهولة. اهم حاجة ان احنا نكون كمان مسخنين الفرن عندنا كويس، ونلف الصاج في اتجاهات مختلفة، يعني كل 10 دقايق مثلا ولا حاجة نلف الصاج في اتجاهات مختلفة عشان ياخد كله نفس التسوية ونفس اللون. لو لقيتي النار عالية معاكي او فرنك كده النار عالية بتبتدي مثلا تتحمر منك جامد، حاولي تهدي النار شوية لو حسيتي ان هي لسه مستوتش. لو استوت من تحت ومن فوق لا، بتولعي بس الشواية تاخد بس لون ذهبي من فوق، وكده تبقى خلاص تمام. طبعا بنعرف ان هي استوت، بنلاقي الحروف بتاعتها احمرت واخدت طبعا لون ذهبي من فوق. بتطلع معانا بمنتهى السهولة، بتطلع بالشكل الحلو ده. طبقات العجينة متساوية، الحشوة مناسبة جدا للعجينة علشان عملناها بطريقة سهلة، كلها طلعت نفس المقاس بسوى واحد. شايفين قد ايه تحفة وجميلة وريحتها حلوة جدا، وكمان سهلة وبسيطة ان انتوا تقدروا تعملوها. زي ما قلت لكم تقدروا تضيفوا سمنة مع زيت او زبدة مع زيت ممكن برضو، وممكن سمنة بس او زيت بس زي ما تحبوا. لكن هي يعني الخليط الميكس السمنة مع الزيت مديها نعومة مع سنة قرمشة بسيطة كده، فمخلي الطعم رائع. شايفين؟ اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، كل الوصفات اللي بقدمها تعجبكم. ولو لسه بتشوفوني لغايه اخر الفيديو ميرسي لكم جدا، واتمنى تعملوا اشتراك في الفيديو واشتراك في القناه ولايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن، وكمان تدعموني ان انا اقدر اقدم فيديوهات تانية جديده. ايه رايكم بقى من جوه؟ تحفه.
يلا بقى لايك وشير للفيديو واعملوا اشتراك في القناة. اشوفكم في وصفة جديدة وفان فود مع مورا. باي باي.